نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. شكرا أيمن جادة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة يحتضن الآن مباراة ألمانيا اليابان في افتتاح حسابات المجموعة الخامسة التي تضم كذلك إسبانيا وكوستاريكا. منتخب ألمانيا 11 عالميا حاليا ينازل اليابان المصنف 24. الألمان لا يريدون تكرار سيناريو كوريا الجنوبية في مونديال روسيا 2018، والساموراي عازم بكل الإصرار على تعذيب الألمان. نمر إلى استعراض تشكيلتي المنتخبين. البداية بالمنتخب الألماني. حراسة المرمى لمانويل نوير، يمين الدفاع نيكلاس شولي، لليسار دافيد رام، محور الدفاع لروديجر وشلوتربيرغ. في وسط الميدان الدفاعي جوندوغان وكيميتش. كامادا يوصل جول، لكن هنالك راية. هنالك التوزيع تسرع. جوندوغان يعدل التصوير، الصورة يوصل والراس من روديجر القناص، مرت بجانب الحارس شوية شيغوندا. في نعم اليوم 119 يعدل التصوير وضربة مرمى، ضربة جزاء. هنالك راية قبل ذلك. يوسع المطالبة بركنية، حكم يأتي ضربة مرمى. الجمال موسيالا والتحذير. جوندوغان تعدي تصوير، التصوير براية. يوسع جول، جول ذات الكل. يا سلام فيها جول، لا ضربة جزاء، ضربة جزاء للألمان، ضربة جزاء للألمان تكوي اليابان بالنيران. في إلقاء جوندوغان، جول، جوندوغان جول. الألمان يتحدون كمبيوتر اليابان، ماكينات ألمانية. دافيد روم يوسع، توماس ميلر، أكبر ساكاي، كيبو يوسع، كايا بيرسي جنابرو، جنابرو يوسع، كرة راسية من تايسون مايدان. هدف التعادل ذا على اليابان، ذا موسيالا. كرة تصوير من كيميتش مايدا، جوشوا كيميتش، طويلة الكرة بدار الدفاع. موسيالا تعدي كرة، التصوير من جمال موسيالا. جمالك جمال ودلالك دلال يا جمال. يعدي ميلر، تصدي، جول، 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 لكن لا، جول ثاني للألمان. فعل الألمان، سجل الثاني أمام اليابان بحيرة مرة أخرى. موسيالا، شنو هذا؟ شنو هذا يا جمال؟ من أين لك هذا الدلال؟ هات الكرة أسفل. جنابري، جنابري، كرة فوق العارضة. سيرجي جنابري
27 على اعتبار ألماني. تسويق بعيد من أسانو نجم مفهوم الألماني. طبعا جونيور إيتو كما دور الركنية. استباقة يابانية الآن. يوسف وخارج الميدان من كمادا. والجول التسويق والانتقال. منظومة يابانية ممتازة غابت علينا منذ بداية المباراة. أسانو حارس شويتشي كوندا والراية على جمال موسيالا. أي تغيير بنسق السرعة من جانب المباراة اليابانية. جوشيا إيتو عمل حالة جول ضاعت من جوندوجان. ضاعت على الألمان للمرة الثانية. جوندوجان تناكا تسويق والركنية المنتخب الياباني. نعم الرومي عدي بالراس كورة مانيال نار. هذا لا. وهذه كرة أخرى وهذه كرة جول. اليابان يعلق الألمان. كمبيوتر. وهذه كرة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم معانا متابعين الكرام. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف مع بعض موعد مباراة أسبانيا وكوستاريكا في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس العالم قطر 2022، وهنعرف مع بعض القناة الناقلة ومعلق المباراة، فتابعونا. إن شاء الله مباراة منتخب أسبانيا ومنتخب كوستاريكا في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس العالم قطر 2022 هتتلعب يوم الأربعاء الموافق 23/11/2022. توقيت المباراة هيكون الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة للمباراة هي قناة بين سبورت ماكس HD1. معلق المباراة هو المعلق المصري علي محمد علي. طبعا منتخب اسبانيا ومنتخب كوستاريكا بيلعبوا في المجموعة الخامسة مع منتخبات ألمانيا واليابان اللي بيلعبوا الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. طبعا المجموعة دي قوية والمتوقع التأهل منها بين اسبانيا وألمانيا. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لهذه المباريات ولجميع مباريات كأس العالم قطر 2022. وفي نهاية الفيديو بنحب نشكر حضراتكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.